السفر للدراسة في ألمانيا بقى حلم ناس كتير نفسها تعمله، بس للأسف مش كل الناس عارفة الطريق من أوله لآخره عامل إزاي. من أول ما الفكرة تجيلك إن واحد صاحبك مثلا قاعد على القهوة يقولك في حاجة اسمها السفر لألمانيا، لحد لما تسافر ألمانيا وتاخد الشهادة بتاعتك وتتخرج منها وتشوف بقى هتعمل بيها إيه، سواء هتفضل في البلد اللي أنت قاعد فيها ألمانيا تشتغل وتكمل حياتك، أو ترجع لبلدك أو تسافر أي بلد تانية. ففي الفيديو دوت أنا عايز أكلمكم عن كل الحاجات اللي هتمروا بيها في رحلتكم من الأول للآخر، علشان في الاخر توصلوا للشهاده اللي انتوا نفسكم تاخدوها من ألمانيا. فيلا بينا. المرحلة التمهيدية أول وأخطر مرحلة في رحلتك إنك أنت تجيب شهادة جامعية من ألمانيا. ليه؟ لأن الواحد فيها بيكون مش شايف أي نتائج خالص، عمال يتعلم وبيحضر ورق وبيبذل مجهود، لكن لسه ما شافش نتيجة ولا سافر ألمانيا. ففي ناس كتير بتقع منها، ولازم تركزوا فيها وتشوفوا ايه الحاجات اللي مطلوبة منكم فيها علشان توصلوا للمراحل اللي بعد كده. فيلا بقى نشوف ايه اللي مطلوب منكم تعملوه في المرحلة ديت بالتفصيل. أهم وأول حاجة تبدأ تستثمر فيها وقتك في المرحلة التمهيدية هي اللغة. أول ما تحط في دماغك موضوع السفر لألمانيا تبدأ تدور على طول على كورسات لغة أو تبدأ تتعلم ألماني، لأن الألماني بياخد وقت كبير جدا. وكمان الألماني في ناس كتير بتشوفه صعب، بس هو مش صعب قوي ولا مستحيل. يعني انت مع الوقت والممارسة هتقدر تشتغل فيه وتتعلمه وتدرس بعد كده بالألماني، فما تخليش حد يحبطك، ولازم تركز في الألماني كويس جدا. اللغة بقى المطلوبة منك عشان تدرس في الجامعة هناك هي مستوى C1 طبقا للمستوى الأوروبي. المستويات بتاعت اللغة بشكل عام، المستويات بتاعت اللغات الأجنبية أو اللغات الأوروبية بتبدأ من ال A1 A2 B1 B2 C1 C2. ملناش دعوة بال C2 دوت إلا لو أنت كنت عايز تدرس حقوق، وده أشك جدا إن واحد بيتعلم ألماني عايز يبقى نيتيف ويدرس حقوق باللغة الألمانية، لأن الموضوع كارثي شوية. بس هقول لك إنك أنت مطلوب منك السي 1، وكمان بعد السي 1 مطلوب منك تعمل امتحان معين زي التويفل كده والايلتس في الانجليش. الامتحان دوت اسمه تيست داف. ده امتحان بيختبر قدرتك على الالماني بسرعه، يعني تحت ضغط. وكمان في امتحان اسمه الدي اس ها، ده امتحان موجود في كل جامعه المانيه، كل جامعه بتحطه بالشكل اللي هي عايزاه. لكن التيست داف بيكون موجود في العالم كله وليه مواعيد ثابته. نصيحتي ليك ايه؟ انت وظروفك. لو انت بتدرس الالماني في الجامعه الالمانيه اللي انت هتدرس فيها وهتمتحن امتحان اللغه بتاعها، يبقى تدخل الدي اس ها. لو انت بتتعلم مع نفسك او في كورس بره الجامعه، يبقى التيست داف هو الانسب ليك. الوقت اللي محتاجه علشان توصل للسي 1 لو انت بتدرس في معهد جوتا، لو انت بتاخد الكورس مكثف، يعني ده اقل حاجه. A1 3 شهور، A2 3 شهور، B1 3 شهور، B2 6 شهور، وC1 6 شهور. يعني الإجمالي سنة و9 شهور لو أنت بتتعلمه زي ما قلت في معهد جوتا. ممكن تاخد الكورس في مكان تاني يكون أسرع، بس أنا ما بفضلش الكلام دوت. وكمان ما بفضلش خالص إن الواحد ينزل كورسات من على اليوتيوب ويذاكر ويتعلم مع نفسه. الطريقة دي فاشلة جدا وما بتوصلش إنك أنت يبقى معاك لغة ألمانية بشكل كبير. لازم تروح كورس وتحضر مع طلبة في نفس مستواك، ويكون في مدرس كويس بيقول لك ايه الغلط اللي بتعمله وايه الصح اللي بتعمله وتزوده، علشان توصل لمستوى لغة كويس يأهلك انك انت تروح للمستويات اللي بعدها وتمتحن. بس مش معنى كده ان انا بقول لك اتعلم كل اللغة في بلدك، لا، انا بقول انك انت من وجهة نظري تتعلم على الاقل اول 3 مستويات، وتسافر ألمانيا تدخل جامعة تدرس فيها بقية المستويات اللي انت محتاجها علشان تبدأ دراسة في الجامعة الألمانية اللي انت هتدرس فيها. فانت وانت بتقدم لازم تختار الجامعة اللي فيها كورسات لغة علشان ما يجيلكش رفض. هتكلم على التقديم كمان شوية، بس ركز في الحتة ديت انك انت يبقى معاك 3 مستويات على الأقل، عشان لما تسافر ألمانيا تبدأ تتعامل مع الناس وتعرف تظبط أمورك. فده مهم جدا انك انت تكون عارفه. ما تروحش ألمانيا من غير أي مستويات لغة. وحتى لو انت ما سافرتش ألمانيا وقررت انك انت تتعلم ألماني، فالألماني كويس جدا في معظم البلاد العربية. يعني هنا في مصر مثلا ممكن بالألماني تشتغل كول سنتر او في اي مكان بيطلب ألماني، ده هيعلي المرتب جدا بتاعك. وانا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو بالتفصيل، ممكن تشوفوه عندي على القناة او احطه لكم في الاي اللي بتطلع فوق هنا او هنا. فالألماني مش هيخسر خالص، وان كان بيتحط فيه مجهود كبير وصعب الى حد ما بالنسبة لمعظم الناس. في بقى حاجة تانية انت ممكن تعملها، انك انت تروح تدرس في الجامعة اصلا بالانجليزي. الاوبشن ده موجود، مش في كل التخصصات ومش في كل الجامعات، بس موجود
وانا مش بفضله، لانك انت لما تدخل البلد حابب انك انت تتفاعل مع الناس اللي هناك وتتعامل معاهم، لان معظم الالمان مش بيحبوا يتكلموا بالانجليزي. فانت محتاج الالماني عشان تمشي امورك حتى من غير ما تتعامل مع الناس. اي حاجه هتجيلك بالبريد، ورق، عقود الايجار، السكن، كل الحاجات ديت هتحتاج انك انت تكون بتتكلم بالالماني. وكمان بعد ما تتخرج لو حابب تشتغل، فرصك في سوق العمل في المانيا هتكون افضل بكتير لو انت معاك الالماني طبعا عن انك انت يكون معاك انجليزي بس. فاللغه الالمانيه انا بفضل ان الواحد يروح يدرس بيها في المانيا عشان هتساعده جدا جدا عن اللغه الانجليزيه. تاني حاجة في الرحلة بتاعتنا في المرحلة التمهيدية هي الورق، والورق يعتبر من أسهل الحاجات اللي ممكن الواحد يحضرها. انت بس بتعرف ازاي توثق الورق بتاعك وتحضره للتقديم للجهات الألمانية، وبتعرف كمان ايه الورق المطلوب منك. ومفيش مكان تعرف منه كل الورق بالتفصيل وازاي توثقه وتحضره احسن من جروب الدارسين في ألمانيا، اللي هسيب لكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو. هتدخلوا على الجروب وتدخلوا على البوست المثبت بتاعه، هتلاقوا كل التفاصيل اللي انتم محتاجينها بخصوص الورق اللي انتم محتاجينه. بعد ما تجهز ورقك، المرحلة اللي جاية بشكل منطقي هي التقديم. التقديم بقى الناس بتخاف منه وبتقول هو أصعب حاجة في رحلتنا في المرحلة التمهيدية بتاعت السفر لألمانيا للدراسة، بس أنا شايف إن هي من أسهل المراحل، لأن ألمانيا أصلا مسهلة الموضوع دوت. عندهم مكتب تنسيق او زي موقع كده بتقدم عليه، هو الوسيط بينك وما بين الجامعات، اسمه الاوني اسيست. معظم الجامعات مشتركه معاه، وانا ما اعتقدش انك انت محتاج تقدم على جامعه مش موجوده في الاوني اسيست. بس الاهم من انك انت تقدم وتمشي في الاجراءات هو انك انت تختار التخصص اللي انت عايزه. لازم تشوف ايه اللي انت حابه او ايه اللي انت شايفه سهل بالنسبه لك انك تدرسه وتبدا تقدم عليه وتختاره. اما بقى التخصصات بشكل عام فهم مقسومين لاتنين كاتيجوريز كده كبار. كاتيجوري اسمها الان سي او التسولاسونج بشرينكت، وفي حاجه اسمها تسولاسونز فراي. يعني ايه الاولى ويعني ايه الثانيه؟ الاولى معناها ان انت عندك مقاعد محدوده في الجامعه تقدر تقدم عليها وبيحصل عليها تنافس في الكليه ديت، ما ينفعش اكبر من عدد محدد هو اللي يدرس فيها. زي مثلا الكليات الطبيه هيكون في 10 مقاعد للطب للطلبة الأجانب، أحسن 10 هيقدموا على الجامعة هم اللي هياخدوا المقاعد ديت. فأنت وحظك في التقديم، وبيبقى حسب مجموعك وحسب ورقك وكل الكلام دوت. الجانب التاني بقى اللي هو التسولاسونز فراي دوت، بقى بيبقى الجامعة عندها مقاعد غير محدودة في التخصص دوت، وأي حد بتنطبق عليه الشروط زي مثلا معاه ثانوية عامة أو معاه حاجات تانية هم محتاجينها، بتنطبق عليك الشروط ديت أيا كان مجموعك في ثانوي، تقدر تدخل التخصص دوت وتدرس فيه بشكل كبير. أهم التخصصات اللي موجودة ديت هو التخصصات الهندسية بشكل عام، وممكن كمان بعض التخصصات الأدبية. كل اللي محتاجه إنك أنت يكون معاك 60% في الثانوية العامة بشكل عام في معظم التخصصات ديت. فلو أنت تخصصك اللي بتقدم عليه هو تسولاسونز فراي أو بتقدم على هندسة، كل الناس اللي بتحب هندسة هتنبسط قوي من الحتة ديت، هتقدر تخش التخصصات ديت بسهولة. أما بقى لو أنت طب فلازم تفكر أكتر من مرة هتقدم على أنهي جامعة، وهتقدم على كل الجامعات مثلا في ألمانيا عشان تبقى فرصتك أحسن ولا لأ. فلازم تفكر في الحتة دي كويس. اللي أنت بقى محتاجه علشان تدرس في الجامعة حسب ظروفك إيه. لو أنت لسه مخلص ثانوية عامة مثلا، فأنت اللي متاح ليك إنك أنت لازم تدخل سنة تحضيرية تدرس فيها حاجات شبه الثانوية العامة إلى حد ما، وبعد كده تدخل الجامعة اللي أنت مختارها. ليه بيدوك سنة تحضيرية؟ هي مش رخامة منهم، بس هو النظام التعليمي الألماني بيكون 13 سنة. احنا معظم دولنا بيكون تعليمنا الأساسي عبارة عن 12 سنة بس، فأنت محتاج سنة تكملها علشان يبقى دراستك الأساسية معادلة للدراسة الألمانية. أما بقى لو أنت كنت درست مثلا سنة دراسية في بلدك في التخصص اللي أنت عايزه أو في تخصص قريب منه، فالسنة التحضيرية بتتشال عليك. ولو أنت مخلص بقى بكالوريوس خالص في بلدك وعايز تروح بكالوريوس جديد، أيا كان البكالوريوس اللي أنت دارسه، فانت تقدر تدخل البكالوريوس دوت من غير اي مشاكل وتقدم عليه من غير سنه تحضيريه. حتى لو انت كنت ادبي وعايز تقدم على هندسه مفيش مشكله، تقدر تقدم على هندسه وتدرسها عادي ما دام انت دارس بكالوريوس قبل كده في بلدك. طبعا هتقدم شهاده البكالوريوس ديت علشان يقبلوك. وركز في حته كمان وانت بتقدم انك انت الجامعه اللي انت داخل عليها لو لغتك مش كافيه
انك انت تدرس في الجامعه ان يكون الجامعه نفسها بتقدم لك كورس لغه او فرصه انك انت تتعلم لغه فيها، علشان ما يجيلكش رفض. لانك انت ممكن تقدم على جامعه فيها سولاسونس فراي بس مثلا معاك بي 1 والجامعه طالبه سي 1، الجامعه بشكل كبير هترفضك وتقول لك لا انت لسه معاكش كورس اللغه المناسب انك تدرس عندنا، فللاسف مش هتدرس. فركز انك تروح في جامعه فيها كورس لغه تكمل فيه اللغه اللي ناقصاك. وطبعا ما تنساش وانت ماشي في مرحله التقديم انك انت زي ما انت بتتعلم لغه، يعني انت دلوقتي هدفك زي ما قلت من اول الفيديو انك انت تخلص 3 مستويات، فانت شغال في المستويات وانت بتقدم في كورساتك او بتقدم في الجامعه اللي انت عايز تدرس فيها. وما تخليش حد يستغلك خالص في موضوع ان هو يقدم لك ياخد ورقك ويبعته لك للجامعات. لا، مكاتب التقديم دي في الغالب كلها نصب، وانت تقدر تقدم لنفسك وتعمل كل حاجة انت محتاجها. فامشي الخطوات واحدة واحدة، وبص على خطوات التقديم برضو في جروب الدارسين في ألمانيا اللي في الغالب مش هتحتاج غيرها خالص، وهتمشي في كل الخطوات بكل بساطة. الحساب البنكي أنا بعتبره أرخم جزء في المرحلة التمهيدية، لأنه بيوقف ناس كتير ما بيكونش عندهم القدرة إن هم يحطوا الحساب البنكي دوت في البنك ويقدروا يسافروا بيه ألمانيا. وده يعتبر أهم شرط مطلوب منك علشان تقدر تاخد التأشيرة بتاعتك من السفارة الألمانية وتسافر لألمانيا، خصوصا إن اليومين دولت الحساب البنكي وصل لأكتر من 11200 يورو. أنا على أيامي كان 8000 يورو و40 حاجة كده. وكمان في بلادنا العربية وخصوصا مصر سعر اليورو دلوقتي بقى في السماء. فهي مشكلة وشر لابد منه، لازم الواحد يعدي منه علشان يقدر ياخد فيزا يسافر بيها يدرس في ألمانيا. فلازم تخطط صح للحتة ديت وتشوف هتدبر الفلوس منين او انت هتقدر تدبرها اصلا ولا لا. كمان ان الحساب البنكي خصوصا على ايامي كان في مشاكل كتير، وبتبعت تفتح الحساب البنكي في حاجه اسمها الدويتش بانك، البنك الالماني ده كان بياخد حوالي اسبوعين عبال ما يردوا عليك ويفتحوا لك الحساب، ولما بتبعت الفلوس برضو بيتاخروا عبال ما يردوا عليك، فبتبقى في مشاكل كتير فيه وبيجيب لك توتر لانك انت حاطط شقه عمرك او حاطط كل الفلوس اللي اهلك كانوا محوشينها لك لاي سبب، والفلوس ديت ممكن ما تكونش موجوده تاني، فبتبقى عامله مشاكل وتوتر كبير انت بتتحط فيه. حل بقى المشكله ديت عن طريق الراعي بتاع الفيديو بتاع النهارده، شركة اكسباتري، اللي من خلال الموقع بتاعها هتقدر تعمل حساب بنكي مغلق بطريقة آمنة جدا وفي خطوات بسيطة وفي وقت معدود، وهتريح دماغك من كل المشاكل بتاعت الحساب البنكي. كمان شركة اكسباتري وعندها حاجة اسمها الفاليو باكج، ودي بتكون عبارة عن الحساب البنكي وكمان التأمين الصحي الحكومي الإجباري أو التأمين الصحي بشكل عام الإجباري اللي مطلوب منك أول ما تسافر ألمانيا. فهي بتقدم لك خدمة كويسة جدا بتريحك في كل المشاكل بتاعة الإجراءات بتاعة الحساب البنكي. وحاجة كمان مهمة إن شركة اكسباتريو في شهر 7 اللي احنا فيه ده دلوقتي عاملة خصم 100% على رسوم الحساب البنكي بتاعك، يعني انت تقدر تفتح الحساب البنكي بتاعك من خلالهم مجانا 100%. فحاولوا تلحقوا الفرصة ديت وتفتحوا الحساب البنكي بتاعكم من دلوقتي علشان تستغلوها. كل التفاصيل بقى هتلاقوها في اللينك اللي موجود في الديسكريبشن تحت، تقدروا تسجلوا من خلاله في شركة اكسباتريو. يلا بقى نكمل الفيديو بتاعنا عشان نشوف ايه الخطوات اللي انتم محتاجينها عشان تاخدوا شهادة من جامعة ألمانية. طب وظيفة الحساب البنكي اللي مغلبنا دوت وحاطين كل اللي حيلتنا فيه ايه اصلا؟ هو باختصار فلوس بتبقى بتاعتك انت بتتحط في حساب بنكي ليك باسمك انت برضه في ألمانيا. الحساب البنكي دوت بيضمن انك انت تعيش حياة كريمة على الأقل أول سنة موجود فيها في ألمانيا. فهي السلطات الألمانية أو الحكومة الألمانية بتبقى عايزة تضمن انك انت هتسافر ألمانيا مش هتشحت او مش هتبهدل نفسك وتطلب منهم ان هم يصرفوا عليك عشان حقوق الانسان وكل الكلام دوت. فبيطمنوا عن طريق ايه؟ انك انت اول سنة مسافر معاك فلوس في البنك تكفيك تعيش اكل وشرب ومسكن وكل حاجة لمدة سنة. هي دي الفكرة كلها، هم مش بيحاولوا يرخموا عليك على قد ما هم بيحاولوا يضمنوا انك انت تقدر تعيش حياة كريمة في ألمانيا. وكمان بعد اول سنة بيطلبوا منك لما تيجي تجدد الإقامة انك انت تملى الحساب البنكي دوت تاني. وفي طريقة طبعا تانية بتخليك تقدر تجدد إقامتك من غير ما تفتح او تملى الحساب البنكي تاني، هقول لكم عليها كمان شوية، فكملوا الفيديو للآخر عشان تعرفوها، لأن مفيش حد مننا أصلا يقدر يحط الحساب البنكي ويجي بعد سنة يطلب من أهله ان هم يحطوا له الفلوس بتاعت الحساب البنكي تاني. مفيش حد فينا هيعمل كده، ولو انت واحد منهم ما تعملش كده وتضغط على اهلك زياده عن اللزوم. فخلينا نشوف الحته دي كمان شويه. التأشيرة من الحاجات اللي كمان ناس كتير بتخاف منها،
بس انا مش شايفها تخوف زي الحساب البنكي، لان باختصار طول ما ورقك سليم والدنيا تمام معاك ادخل المقابله بكل اطمئنان والدنيا هتبقى تمام معاك ومش هيحصل اي حاجه. وحاول وانت رايح السفاره تحط معاك كل الورق اللي ممكن تتخيله ممكن يحتاجوه، حتى الورق اللي مش مكتوب في جروب الدارسين في ألمانيا في الخطوات بتاعة التأشيرة، لأن في جروب الدارسين في ألمانيا موجود برضو كل التفاصيل بتاعة إجراءات الحصول على التأشيرة للدراسة. لو دخلت هناك هتعرف كل التفاصيل، بس انت هات كل الورق اللي انت محتاجه زي ما انا ما قلت. والموظف اللي جوه ممكن يرخم عليك، بس انت طول ما ورقك سليم والدنيا تمام ما تخافش خالص ورد عليه، واي ورقة عايزها اديها له وهو مش هيقرفك. هو كده كده مش مهمته في الحياه ان هو يبهدلك، هو بيشوف شغله وخلاص. وحتى لو طلب منك ورقه انت ما كنتش عامل حسابك فيها او مش جايبها معاك، عادي جدا قول له انا هوقف دلوقتي المقابله بتاعتي وهعمل استكمال بعد كده بالملفات او المستندات اللي انا كنت محتاجها معايا في المقابله ديت، وهتيجي في ميعاد تاني تديله الورق والدنيا كلها هتمشي تمام وان شاء الله كله هيبقى مظبوط. الوقت بقى اللي بتاخده بين مقابله السفاره وانك تاخد التاشيره في الغالب بتكون شهر لشهرين، مفيش اكتر من كده. فانت لما تقدم وتستنى ما تستناش ان يجيلك في اسبوع او اسبوعين، هي بتحصل مع ناس كتير، بس مش معنى ان هي ما جاتلكش يبقى انت اترفضت، لا اصبر عادي لحد شهر وبعد كده ابدا ابعت للسفاره قول لهم ايه الدنيا، ورقي راح فين، مكتب الاجانب رد ولا لا، كل التفاصيل دي. دلوقتي انا حكيت لك على كل الحاجات اللي مطلوبه منك تعملها في المرحله التمهيديه، بس من غير تخطيط مظبوط الدنيا هتبوظ منك. زي ما قلت لك اول حاجه تعملها اول ما تحط في دماغك موضوع المانيا انك انت تبدا تدرس لغه، واول ما تخلص المستوى اللي قبل الاخير اللي انت هدفك توصل له في بلدك قبل ما تسافر، تبدأ تجهز الورق بتاع التقديم بتاعك وتقدم على الجامعات وتجيب قبول. أول ما تمسك بقى القبول تبدأ تمشي في مرحلة إنك أنت تجهز الحساب البنكي بتاعك، وفي نفس الوقت تقدم على سكن الطلبة من دلوقتي وهقول لك ليه كمان شوية، وكمان تقدم على السفارة إنك أنت تاخد ميعاد تقدم على التأشيرة. ليه؟ لأن موضوع التقديم على التأشيرة بياخد وقت، وعبال ما تاخد ميعاد بيكون فات وقت كتير، وفي نفس الوقت عايزك الميعاد اللي أنت هتعمل فيه المقابلة يكون على الأقل قبل شهرين من الميعاد اللي انت عايز تسافر فيه، علشان ما يروحش عليك الكورس الألماني اللي انت رايح تدرس فيه أو الجامعة بتاعتك وبداية الترم بتاعك وكل الكلام ده. فانت لازم تخطط في الحتة دي كويس جدا علشان ما يفوتش عليك حاجة وتضيع وقت. وبنهاية بقى المرحلة ديت وبنهاية التخطيط المظبوط اقدر اقول لك يا بطل اهلا بيك في ألمانيا، بس لسه الدنيا في البداية واحنا لسه في بداية الطريق. المرحلة التانية بقى مهمتك انك انت تتعود على البلد وتعرف كل حاجة فيها، لان دي ببساطة هي حياتك الجديدة اللي هتعيش فيها سنين، وللأسف في ناس كتير مش بتقدر تتعود عليها بسهولة وبيحصل لها مشاكل. وطبعا في المرحلة دي اهم سلاح عندك هو اللغة، او قد ايه انت اتعلمت لغة تقدر تستخدمها في البلد دي. السكن هو أول حاجة لازم تعملها أول ما توصل ألمانيا، بعد لما تجيب خط تليفون طبعا وتكلم أهلك وتطمنهم إنك أنت وصلت ألمانيا. ليه؟ لأن السكن فيه مشاكل كتير وهو من أصعب الحاجات اللي موجودة في ألمانيا، زي ما أنا ما قلت من شوية إنك لازم تقدم عليه من بدري جدا قبل ما تسافر. إيه بقى أنواعه أو إيه الحاجات اللي متاحة ليك كطالب؟ أول نوع هو سكن الطلبة، وده يعتبر أكتر واحد رخيص فيهم، بس للأسف هو من أصعبهم لأنك أنت بتقدم عليه وفي طلبة كتير بتقدم عليه، ففي بيبقى تنافس إلى حد ما إن حد ياخد السكن والتاني ما ياخدوش. السكن ده بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن زي أوضة كده في الغالب لوحدك بتبقى ساكن فيها، والمكان بيبقى زي ممر الدور بتاعك، والدور دوت بيكون فيه مطبخ او اكتر وحمام، والحاجات دي بتبقى مشتركه ما بينك وما بين ناس تانية. في كمان بعض انواع سكن الطلبه انك انت بتبقى واخد زي شقه استوديو كده بيبقى جواها كل الحاجات بتاعتك، مطبخ صغير او حمام. وفي نوع ده شفته بس نادر شويه انك بتاخد شقه بيبقى فيها اوضتين، والاوضتين دولت كل طالب بيكون ساكن فيها لوحده، وطبعا بيكون ليها مطبخ وحمام مشتركين بين الطالبين دولت او ممكن اكتر كمان شويه. الحاجه اللي وراها او النوع اللي بعده هو الفيجي او الفونونز جيماينشافت، وده عباره عن حاجه زي سكن الطلبه كده، بس انت بتأجر شقه خاصه وبتجمع مجموعه من الطلبه، كل واحد بياخد اوضه من الاوض بتاعه الشقه وبتتشاركوا مع بعض في الحمام والمطبخ. دي بتبقى قريبه شويه من سكن الطلبه، بس في الغالب بيكون السعر بتاعها اغلى وبيحصل فيها شويه مشاكل كده في الكهرباء والميه ومين بهدل ومين ما بهدلش، زي سكن الطلبه بس اقل منه شويه في المميزات بتاعتها.
اخر حاجه وديت اللي انا ما بحبذهاش للطلبه لان هي غاليه جدا، انك انت تاخد شقه لوحدك وتعيش فيها من بابه. حتى لو الشقه ديت كنت واخدها استوديو اللي هي اوضه بس وفي حمام وفي مطبخ، هتكون غاليه عليك جدا. بس لو انت تقدر على المصاريف بتاعتها، ليه لا؟ لان ديت هتكون احسن حاجه بالنسبه لك، عشان انت عندك البرايفسي بتاعتك او عندك الخصوصيه بتاعتك بشكل كامل. طب تعمل ايه بقى لو ما حصلش نصيب ولا اخدت سكن طلبه ولا اخدت في جي ولا حتى لقيت شقه؟ اول حاجه تعملها ودي اغلى حاجه، انك انت تشوف فندق او هوستل تقضي فيه الايام الاولى بتاعتك في المانيا، وده هيكون غالي جدا عليك ولازم يكون معاك فلوس ومستعد للموضوع ده. تاني حاجه ودي بشوفها حاجه كويسه جدا، انك انت تدور على حد موجود في نفس مدينتك يكون من نفس جنسيتك مثلا، وتروح تكلمه تقول له انا هقعد عندك بشكل مؤقت، وهو برضه وانت قاعد عنده ممكن يعلمك كل حاجه موجوده في البلد او يفهمك ايه الدنيا، وقصاد كده انت ممكن تدفع مقابل او لا حسب ما هو تتفق معاه. الحل بقى الاخير وده برضو في حاجات بتكون موجوده منه، انك انت تأجر اوضه بالباطل، وديت بتبقى باختصار ان في واحد مثلا مسافر او نازل اجازه او سايب اوضته لفتره معينه من الزمن بشكل مؤقت، وعايز يحافظ على الاوضه ديت ما يخسرهاش كاوضه ايجار ليه، وفي نفس الوقت مش عايز يدفع الايجار وهو موجود. فانت بتروح تاخد منه الاوضه ديت على حالها وبتقعد فيها مثلا شهر شهرين عبال ما يرجع، وبتديله الايجار، فبتكون حاجه مؤقته كويسه ليك وفي نفس الوقت بتوفر ليه فلوس. فانت لازم تحاول تظبط حاجه من الثلاثه دول او هتنام في الشارع. عشان كده السكن من ارخم الحاجات اللي موجوده في المرحله بتاعه انك انت لسه واصل المانيا وبتتاقلم مع الوضع. حاجة كمان مهمة وهي انك انت لازم على قد ما تقدر تكون جايب معاك فلوس باليورو كاش تظبط بيها امورك الايام الاولى في المانيا عبال ما تفتح الحساب البنكي بتاعك. وطبعا اثناء ما انت بتصرف في الفلوس ديت في الحاجات اللي انت في البداية زي الايجار وكل الكلام اللي لسه قايله من شوية، انك انت تفعل الحساب البنكي بتاعك اللي انت حطيت فيه كل فلوسك علشان تبدأ تصرف منه مصاريفك التقليدية بتاعت كل شهر زي الايجار والتأمين وكل الحاجات دي. وطبعا مع شركة اكسباتريو هيبقى الموضوع سهل جدا انك انت تفعل الحساب وتبدأ تاخد منه فلوسك في اسرع وقت ممكن. ثالث حاجة لازم تظبطها أول ما توصل ألمانيا هي التأمين الصحي، لأن ببساطة التأمين الصحي في ألمانيا إجباري وليه كذا نوع. النوع الأول هو النوع الحكومي، وده ما تقدرش تعمله إلا لو أنت بدأت دراسة في الجامعة، وفي النوع الخاص وده بتعمله أثناء فترة اللغة. فأيا كان النوع اللي لازم تعمله لازم تعمل تأمين صحي، لأن هو زي ما قلت إجباري في ألمانيا وما تقدرش تمشي في البلد من غيره. ولو انت محتاج مساعده في انك انت تعمل التامين الصحي ده ومش عايز توجع دماغك، شركه اكسباتريو جوه الفاليو باكج اللي كلمتك عنها من شويه تقدر تساعدك انك انت تعمله في اسرع وقت وباسهل الطرق. التامين الصحي ده بقى هينفعك جدا في انك انت لو حصل لك اي مشكله لا قدر الله عايز تكشف في مستشفى، كل المصاريف بتاعتها هتكون ببلاش، الا لو انت مثلا عايز تعمل حاجه تجميليه او عايز تعمل حاجه معينه في اسنانك ساعتها هتدفع شويه. فهو التامين الصحي ممكن يكون انت شايفه رخم ومصاريف في الاول، بس هو هيفيدك جدا وفي يوم هتحتاجه ومش هتندم عليه خالص عن تجربه. بعد بقى ما تعمل كل الحاجات ديت يجي الحاجة المهمة جدا اللي هتثبت رجلك في ألمانيا إلى حد ما أو تخلي موقفك القانوني مظبوط، وهي إنك تسجل في البلدية العنوان بتاعك أو تعمل حاجة اسمها الأنميلدونج، وكمان تحول الفيزا بتاعتك لإقامة. انت دلوقتي مش مجرد واحد مسافر، لا انت مقيم، فانت لازم تقلب الفيزا بتاعتك لإقامة، والإقامة دي بيكون جواها تصريح العمل اللي كل الناس بتدور عليه او بتحب تاخده عشان تبدأ تشتغل وتصرف على نفسها في البلد دي. بعد ما تعمل كل دوت وتظبط بقى وضعك القانوني، تبدأ تشوف انت جاي ألمانيا تعمل ايه. وفي حالتنا هنا انت جاي تدرس سواء لغة او تدرس في الجامعة. في حالة انك هتدرس لغة لازم تروح تبلغ مركز اللغة انك انت وصلت وتدفع فلوس الكورس اللي هي بتبقى في الغالب 500 يورو او حاجة زي كده، والكورس ده بيستمر شهرين، وتقول لهم انك انت اهو انا جيت يلا سجلوني على قوة الكورس. بس في نقطة معينة ان في بعض الكورسات او في بعض مراكز اللغة بتطلب منك انك انت تحول فلوس اللغة قبل ما تسافر، فخلي بالك وحاول تعرف المعلومة ديت من بدري عشان ما تسافرش وتلاقي نفسك الكورس راح عليك. اما بقى لو انت في حالة انك انت طالب جامعة فمهمتك ساعتها
انك انت تروح لمكتب الطلبة بتاع الجامعة وتحول جواب القبول بتاعك لجواب قيد او بيان قيد انك انت موجود على قوة الجامعة، وتدفع مصاريف الترم بتاعك عشان تبدأ تدرس بشكل طبيعي. من الحاجات برضو اللي لازم تظبطها في مرحلة التأقلم انك تعرف ناس كتير وتبدأ تكون صداقات وتعمل دايرة اجتماعية حواليك. ومفيش اسهل من انك انت تدخل على جروب زي جروب المقيمين في ألمانيا اللي موجود على الفيس، وفي جروبات غيره كتير برضو موجودة على الفيس، تسأل عن الناس اللي موجودين في مدينتك وتبدأ تتعرف عليهم وتصاحبهم وتخرجوا مع بعض. ده هيفرق معاك جدا معنويا وهيحسسك انك انت مش لوحدك. وكمان حابب انك في وقت فراغك انك تلف وتتفرج على المدينة اللي انت فيها او حتى الولاية اللي انت فيها، وده هيكون عن طريق ايه؟ عن طريق المواصلات. فانت في الغالب لو انت طالب لغة هتحتاج انك انت تجيب كارت مواصلات، وحاليا موجود في ألمانيا كارت بيخليك تلف كل ألمانيا ب 49 يورو في الشهر، فده فرصة كويسة جدا انك انت تستغلها. ولو انت طالب لغة هيكون نفس الفكرة، برضو محتاج كارت المواصلات ده في الغالب. اما لو انت بقى كنت طالب جامعة فكده كده الجامعة الكارت بتاعها هيخليك تقدر تركب مواصلات في الولاية كلها اللي انت فيها، وده تقدر تمشي بيه نفسك، مش محتاج انك انت تلف ألمانيا كلها في الاول، يكفي انك انت تلف في الولاية بس. حاجة اخيرة كمان لازم تركز فيها انك انت تبدأ تتعلم ازاي تطبخ وتغسل وتخدم نفسك في كل حاجة، لان من الاخر في الغربة مهما كان عندك اصحاب فانت مالكش في الاخر بعد ربنا الا نفسك. حاجة مهمة لازم تاخدوا بالكم منها، وهي ان انا ما جبتش سيرة الشغل خالص في مرحلة التأقلم، لان انا عايز الواحد اول ما يسافر يدخل البلد يتأقلم عليها ويثبت رجله فيها ويكون واحد من المقيمين في البلد ديت، ويبدأ يعمل الحاجة اللي هو جاي عشانها، واللي الشغل في الفترة ديت مش جزء منها. وكده كده الشغل هيجي قدام مع الوقت، فما تقلقوش من حتة الشغل دي خالص. مرحلة الاستمرار تعتبر المرحلة الأطول والأخيرة في رحلتك للوصول لشهادة جامعية في ألمانيا، ودي المرحلة اللي انت فعلا هتشوف فيها نتيجة تعبك بعد كل السنين والفترة اللي فاتت ديت اللي عمال تتسحل فيها. في اللغة والجامعة وانت ماشي فيهم حاول تنجز في أسرع وقت، لأن مكتب الأجانب دايما هيكون مراقبك ومستني لك الغلطة. يعني مثلا في اللغة لو انت قعدت فيها أكتر من سنتين هيبدأ يسألك ويرخم عليك انت ليه ما خلصتش اللغة، فلازم تنجز فيها. نفس الكلام في الجامعة، لو انت عديت 3 ترمات في الجامعة وما خلصتش عدد معين من الكريدت اورز بتاعتك، بيكون حوالي نص الكريدت اورز، يعني حوالي تكون مخلص 45 نقطة من 90، بيبدأ مكتب الأجانب يقول لك انت ليه ما خلصتش الجامعة بتاعتك وايه المشاكل اللي عندك. حاجة كمان لازم تركز فيها في موضوع اللغة، من أصعب الامتحانات اللي أنا جربتها في حياتي، والامتحانات اللي هي زي التست داف والدي اس ها، لازم تركز قوي وانت بتحضر لهم علشان تنجز وتقدر تنجح فيهم بأسرع وقت. في الجامعة بقى لازم لما تدخل الامتحانات تكون مذاكر كويس جدا، علشان انت معاك 3 فرص بس في كل مادة تقدر تمتحنها. لو لا قدر الله دخلت في مادة وامتحنتها 3 مرات وما نجحتش فيها فانت هتترفد من الجامعة، ومش هيكون ليك الحق انك تدرس نفس الكلية ديت في كل الجامعات بتاعت ألمانيا. فلازم تركز وتكون داخل الامتحان وانت واثق كويس جدا انك انت هتقدر تحل وتنجح في المادة ديت. الحاجة الأخيرة اللي لازم تركز فيها هي ان موضوع الدراسة باللغة الألمانية ممكن يكون رخم لناس كتير مننا، كان رخم ليا انا كمان. فحاول انك انت تبذل مجهود اكتر في الكلية، لانك انت كده كده لازم تحط مجهود اكتر من زمايلك الالمان عشان توصل لنفس النتيجة، لان هم في الغالب بيدرسوا بلغتهم، انت بتدرس بلغة اجنبية عليك، فلازم مجهودك يكون اكبر، ومش اي حد يقدر يتحمل دوت. فلازم تكون عارف من دلوقتي انك انت تقدر تتحمل الموضوع ده. نيجي للحتة اللي كل الناس بتحبها وعايزة تسأل عنها، الشغل وتفاصيله كلها. أول حاجة لازم تكونوا عارفين ومطمنين إن شغل الطلبة موجود في كل حتة، وأنواعه بقى كتير، من أول إنك أنت بتشتغل في مطاعم، بتشتغل في سوبر ماركت، بتشتغل أمن زي ما أنا ما كنت عامل، بتشتغل في دار مسنين. فحسب الأماكن اللي أنت موجود فيها حسب ما هيكون الشغل موجود عامل إزاي. بس في نوع من الشغل أنا بحبه جدا وهيفيدك في المستقبل، وأنا جربته شخصيا وعجبني، وهو شغل الطالب العامل. الطالب العامل دوت بتاع التخصص، مش الطالب العامل العادي. وده بيكون ببساطة انك انت بتبدأ بعد مثلا ترمين 3 في الكلية انك انت عندك شوية معلومات عن الكلية او عندك مهارة اكتسبتها اثناء الكلية، تشتغل في المجال اللي انت هتشتغل فيه لما تتخرج،
خصوصا لو كان المجال دوت برمجه. ودوت مش بس هيجيب لك فلوس افضل من الشغل بتاع الطلبه العادي، لا ده كمان هيديك خبره كويسه انك انت اول ما تتخرج من الجامعه عندك المكان اللي انت تشتغل فيه، اللي انت كنت شغال فيه وانت طالب، وفي نفس الوقت عندك الخبره اللي تخليك ما تبداش من الصفر زي اي طالب تاني. فلو انت تقدر تروح تشتغل في مجال دراستك وانت بتدرس هيكون حاجة كويسة جدا. اما بقى بالنسبة لعدد الساعات اللي المفروض تشتغلها وانت طالب او اللي مسموح لك تشتغلها، هي 20 ساعة في الاسبوع او 4 ساعات لمدة 5 ايام، بس ممكن توزعهم براحتك. انت ممكن تشتغل في الاجازة الاسبوعية 8 ساعات في 8 ساعات ويتبقى لك ساعتين ما تشتغلهمش، او تشتغل 10 و10 حسب ظروف الشغل بتاعك. المهم انك انت تشتغل 20 ساعة بس، ودول في الغالب هيكفوك لان الحد الادنى للاجور دلوقتي 12 يورو. فانت في 80 ساعه في الشهر ممكن توصل ل 960 يورو لو انت لسه عند الحد الادنى للاجور. بس في وظائف كتير بتكون معديه الحد الادنى للاجور، وفي الغالب هيكفي مصاريفك اذا كنت مش من الناس المسرفه. بس في حاجه مهمه اسمها الشغل الاسود، واللي بقول لناس كتير تبعد عنه، لان الشغل الاسود بيخليك تشتغل الى ما لا نهايه وبيأثر على دراستك، وده تأثيره مدمر جدا جدا على المدى البعيد. وكده كده الفلوس هتيجي، يعني انت ليه تشتغل زيادة عن اللزوم وتأثر على دراستك وفي الاخر مكتب الاجانب يجري وراك ويقول لك انت ما بتدرسش ولا بتخلص دراستك وتطرحها؟ فده هيبقى تأثيره كويس، معايا فلوس دلوقتي، بس على المدى البعيد انت بتدمر مستقبلك في ألمانيا. هديك بقى شوية نصايح تفيدك في انك انت توفر في الفلوس بتاعتك وتخلي المرتب اللي بيجيلك من شغل الطلبة يكمل لآخر الشهر. اول حاجة لازم تعملها انك تقلل مصاريف على قد ما تقدر في الحاجات اللي ملهاش لازمة. ما تروحش تجيب لي احسن موبايل موجود في السوق، ولا تروح تجيب لي بلاي ستيشن تقعد تلعب عليه وما تذاكرش، ولا تعمل اي حاجة غير ضرورية. حاجة كمان انك انت تحاول على قد ما تقدر انك انت تطبخ وتعمل اكلك بنفسك، وتبطل خالص او تقلل على قد ما تقدر الدليفري والنزول في المطاعم وكل الكلام دوت، لان ده بيحرق فلوس كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. كمان مش لازم بقى فسح وخروجات وبتاع، انت خلاص اتعودت على البلد او المدينة اللي انت فيها ومركز في الهدف اللي انت عايزه انك انت تتخرج. وكمان الموضوع دوت مش بس هيوفر لك فلوس، لا ده هيوفر لك وقت تقدر تستفيد منه انك انت تشتغل او تذاكر الحاجات اللي عليك. فبلاش خروجات، احنا مش جايين نلعب، احنا جايين ندرس وناخد شهاده من المانيا. في المرحله ديت لو ظبطت امورك كويس هتتعود على البلد وتعرف مداخلها ومخارجها، وهتتحول حياتك لروتين، وهتبقى حاسس بالاستقرار رغم ان وقتك هيكون ضيق جدا ما بين كليه ما بترحمش وشغل غالبا في الويك اند، وكمان مكتب اجانب مستنينك الغلطه، وشعور بالغربة مش كل الناس بتقدر تستحمله. بس مهمتك ساعتها انك انت تصبر على قد ما تقدر وتحاول تنجز حالك وتخلص كليتك. ساعتها بقى لما تخلص كليتك هيبقى عندك فرص كتير، اولها انك انت تشتغل على طول ان ما كنتش انت اصلا شغال كطالب عامل وبتكمل بعد كده في التخصص او في الكلية او في المجال اللي انت فيه. ولو لسه حتى ما اشتغلتش فالبلد بتديلك فرصة انك انت تدور على شغل لمدة 1.5 سنة وانت قاعد فيها. وحتى كمان لو انت مقرر انك انت ما تكملش في البلد وتنهي رحلتك في ألمانيا بإرادتك، تقدر تاخد شهادتك ديت تسافر بيها بلدك تشتغل بيها، أو تسافر أي حتة في الدنيا تعمل بيها اللي أنت عايزه. كل الخيارات متاحة ليك لأن الشهادة من جامعة ألمانية معترف بيها تقريبا من كل دول العالم، فأنت معاك شهادة من أقوى الشهادات اللي موجودة في الدنيا. وبس كده، هي دي الحكاية كلها اللي هتمر بيها في الغالب باختصار جدا لو قررت في يوم انك انت تدرس في جامعة في ألمانيا وتاخد شهادة جامعية من ألمانيا. في الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هكلمكم عن تجربتي انا الشخصية من اول ما الفكرة جت في بالي ان انا اسافر ادرس في ألمانيا لحد لما جبت الشهادة الجامعية من ألمانيا، وايه بقى الصعوبات اللي مريت بيها والمشاكل اللي عديت عليها وكل حاجة بقى. فاكتبوا لي في الكومنتات اي اسئله عايزين تعرفوها عن الرحله بتاعتي، واللي ما عملش لايك بقى لحد دلوقتي يعمل لايك، واللي ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب عشان يشوف الفيديو الجاي لان هيكون فيديو قوي جدا. بس كده، مفيش حاجه تانية اقولها. يلا اشوفكم قريب ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.